يا صباح الورد، يا صباح الفل على كل اللي متابعني وكل اللي بيتفرجوا على الفيديو ده. اقول كده بسم الله. طيب. طبعا انتم متعودين مني ان انا اول ما ببدأ الفيديو بعد ما بصبح عليكم وبسلم عليكم، انا ببدأ وبقول لكم انا بعمل ايه. المرة دي للأسف انا مش هقول انا بعمل ايه، ولا هقول لك خطوات، ولا هقول لك طريقة. انا الفيديو لمجرد ان انا عايزة اقول اللي انا عايزاه. يعني للأسف ان المحتوى اللي انا بقدمه لك ده محتوى فاشل جدا جدا جدا، او مش المحتوى، الفيديو اقصد ده فيديو. بالنسبة لي انا فيديو فاشل جدا جدا. انا ما اقدرش اديلك طريقة حاجة مش صح واضحك عليكي واغشك. فانا مش هقول طريقة عمايل حاجة، انا هقول انا بعمل ايه، وهقول ايه السبب اللي خلاني بقول كده. يعني اتفرجي، واكيد في منكم كتير شافوا فيديوهات زي دي. طيب انا هحكي لكم الحكايه. انا جالي تليفون من واحده صاحبتي، قالت لي يا غاده دلوقتي رمضان داخل علينا وانت شايفه الظروف، والسمنه البلدي بقت ب 200 وي. طب احنا هنعمل ايه وكده، وكنافه والحاجات دي، ورمضان انت عارفه الاكل كله السمنه البلدي والكلام ده، هنعمل ايه؟ في حاجه قالوا كده عليها، ان الدهن والليه بيعملوا سمنه بلدي. الناس بيحطوا عليها حاجات وبتاع لبن ومش عارفه ايه، حليب يعني وكده، وبيعملوها بيحولوها وبتبقى سمنه بلدي. ايه القصه ديت، اعملها ولا ايه؟ قلت لها ايه القصه دي، انا مش فاهمه. قالت لي انت ازاي مش عارفه، ده في ترند طالع، فيديوهات كتير طالعه، كل اليوتيوبر عاملينها. اللي بيجيبوا الدهن من الجزار ويجيبوا او الليه ويعملوا بيها، يحولوها لسمنه بلدي. قلت لها لا انا ما اعرفش القصه دي بصراحه، ايه ده، انا اول مره اسمع الكلام ده. قالت لي لا، ده انا كنت بسالك عشان تجربيها وتعمليها لنا وتقولي لنا ايه مظبوط ولا لا، ولو كده نشتري الدهن ولا نشتري الليه ولا نعمل ايه، عشان في قالوا دهن وفي قالوا ليه واحنا مش عارفين بصراحه. وثقتهم فيا طبعا، انتوا عارفين بحكم وضعي او شغلي او الكلام ده، فانا اللي هقول الصح يعني. طيب تمام. قلت لها طيب خليني، سيبيني لما اشوف الموضوع، وخليني اعرف الدنيا دي ايه موضوع قصة الدهن واللية دي، وبعدين لو كده هجربها، يعني لو عجبني الموضوع هجربه واقول لك النتيجة. بصراحة طبيعي زي اي يوتيوبر هتستغل ان ده محتوى، وان دي حاجة لقيت صاحبتها بتقول لها ده ترند، وما تدخل تعمل سيرش تلاقي ان الدنيا كلها كده. لا طب ما انا اعملها، ايه المشكلة؟ ولكن للأسف انا بقى عايزة اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحدة صاحبة محتوى مطبخ تنزل فيديو زي ده. بجد انا لازم اتحاسبن، ومش اسفه لحد، مش اسفه لحد، لكل واحده بتخدع الناس، لكل واحده بتعمل فيديو عشان تلم لايكات وتلم مشاهدات. احب اقولك يا صاحبه المحتوى، ويا اللي نزلتي فيديو اللي بتتحول لسمنه بلدي، ان الفلوس اللي دخلت على بيتك وعلى اولادك وعلى رزقك وعلى اكل وشرب ولادك دي فلوس حرام. احب اطمن قلبك كده واعرفك ان دي فلوس حرام. عارفين ليه فلوس حرام؟ اقول لكم انا ليه فلوس حرام. طبعا اقسم بالله، اقسم بالله انا لما بشوف مثلا طريقة حاجة وبعملها، بس بعملها بنفس الخطوات هي كوبي كده، انا بقول دي طريقة انا اعتمدتها مثلا من فلانة. لكن مثلا انا في حاجة طلعت، طبعا الاكل كله انا عارفاه، ولكن في حاجات اختراعات كده بتطلع. لما بتطلع انا بتفرج على فيديو واثنين وثلاثة وعشرة، وابدا اجمع من فلانه حاجه لقطه، ومن دي معلومه، ومن دي كلمه، وارتب انا افكاري واعمل الحاجه بشكلي انا وبطريقتي انا. الا لو الحاجه ما تنفعش غير بطريقه فلانه، بقول ان دي بطريقه فلانه. ويمكن الناس اللي متابعاني من زمان عارفه عني القصه دي، اني بقول الطريقه دي انا خدتها من فلانه، دي انا شفتها وعجبتني من فلانه من فلان. يعني انا مش بنكر ده، لكن انا طريقه القصه بتاع السمنه البلدي دي، انا اتفرجت طبعا على اليوتيوب كتير، واتفرجت على التيك توك فيديوهات كتير، وجمعت معلومه من هنا وجمعت معلومه من هنا، وخدت حاجه من هنا وطريقه من هنا ويعني وتركه من هنا على تركه، وجمعت دماغي وقلت
اعملها. طيب حتى اليوم ده كان يوم استغفر الله العظيم يا رب، يعني يومها حتى فاجئني الناس بتوع المطبخ اللي ركبوا لي المطبخ، فاجئوني. حتى هتلاقوا الفيديو نصين، النص الاولاني بالرخامه الابيض في اسود، وهتلاقوا النص التاني بالرخامه البني ومتركب الجزء التاني بتاع المطبخ. وحتى كنت مكسوفه جدا من ريحه البيت. المهم طبعا انا دخلت لقيت كل واحده منزله المحتوى ده او منزله الفيديو بتاع اللي ده. في اللي قالت بنشتريها دهن، وفي اللي قالت عشان الدهن ارخص من اللية. فانا قلت انا عندي لية وعندي دهن، انا عندي الاتنين، وعندي مناديل اللي هي الطرب او المناديل زي ما بتسموها. قلت ايه اجمع الخليط ده عشان يعني الدهن والطرب بيكون اخف حدة من اللية طبعا. ومش هخسر حاجة، الحاجات كلها بتحط كلها حاجات مفيدة. واللية والدهن عموما الشحوم بتاعت الشحوم الحيوانية هي اصح واقل ضررا على جسم الانسان، دي معروفة على فكرة يعني. بس انا بستخدم اللية والدهن ديت، انا عندي الحاجات دي في الفريزر، دي كانت عندي وفكتهم يعني، حتى تلاقوا عليهم طبقة مصفرة كده، دي مش حاجة مثلا مش وساخة، مش دم، لا ده يعني الطرف بتاعها او القشرة بتاعتها ساحت شوية من الفك في الميكروويف. المهم انا طبعا قلت اجرب. طبعا انا ليه بتحاسبن على الستات؟ ما هو للاسف المهنه دي لكل من هب ودب واللي ملهوش مهنه. وللاسف كل واحده وقفت قدام بوتاجاز وطبخت طبخه لعيالها بقت يوتيوبر وبقت صانعه محتوى. لكن للاسف وكلامي ده يعني بالاخص لصناع المحتوى. طيب يا حبيبتي يا حلوه يا صانعه المحتوى، يا ترى حد علمك وحد قالك ان المحتوى بتاع حضرتك ده هو ده اللي ربنا قال عليه والرسول عليه الصلاة والسلام ان ده العلم اللي ينتفع بيه؟ حد قالك ان هو ده العلم اللي انت هتسيبيه بعد ما تموتي وراكي الناس تستنفع منه؟ ده العلم اللي انت هتعلميه للناس؟ احنا المفروض المحتوى بتاعنا ده احنا بنعلم الناس. يعني انا بديك الفيديو ده عشان انت تقلديني، عشان انت تعملي اللي انا بعمله. واللي انا بعمله ده لو ما كنتش هاخد عليه ثواب ملهوش لازمه. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحده نزلت المحتوى بتاع تحويل الدهن لسمنه بلدي وما قالتش الحقيقه. طبعا انا لقيت طبعا اللي بتقسم بالله انه ريحه وطعم السمنه البلدي، واللي بتقسم بالله ان الجيران والاصحاب والحبايب والمعارف والقرايب واللي في البلد بتاعتنا واللي في الارياف واللي هنا واللي هنا شموا الريحه والريحه قلب البيت. طب ما يا اختي لازم تقلب البيت، ما هي ريحه دهن وريحه ليا، ما هي لازم تقلب البيت. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ورحمه امي ان الموضوع ده فاشل، وفي الاخر لا ريحه سمنه بلدي ولا طعم سمنه بلدي، وما هو الا تهدير لفلوس للناس. سيبكم مني انا، سيبكم مني، احنا من وجهه نظر الناس، بالرغم ان انا لحد النهارده انا ما حققتش دولار واحد من اليوتيوب على فكره، بس سيبكم الناس فاهمه ان احنا الاغنياء وان احنا الناس اللي عندها فلوس، واحنا الناس اللي صناع المحتوى دول اللي معاهم واللي بيجيبوا على قلبهم قد كده ومش محرومين من حاجه. كل ده لا، خلينا في الناس العاديه اللي بتقلدني وبتقلدك وبتقلد كل واحده صانعه محتوى. انتي لما تخلي واحده تهدر كوبايتين ولا مجين كبار حليب، وتهدر كوبايتين ولا 3 زيت ذره، وتهدر مثلا ربع كيلو ولا نص كيلو زبده عشان اختراع فاشل في النهايه، هي ليا متسيحه، هي ده متسيح. كل اللي بيحصل تقول لك اللبن كده قطع منك بقى مرطه. مرتة ايه يا ماما؟ ده بقى فتافيت في الاخر انت هترميها في الزباله. يا جماعه القصه دي كل اللي بيحصل فيها ان الحليب اللي بتحطيه والزيت اللي بتحطيه والزبده اللي بتحطيها، وفي ناس عاملينها من غير زبده، وفي ناس عاملينها بزبده من غير زيت، وفي ناس عاملينها بحليب بس. الحاجات دي كل اللي هي بتعمله في الدهن وفي اللية انها بتشيل شويه من حده وريحه اللية. عارفين الريحه القويه بتاعت تسييح اللية دي؟ كل اللي بيحصل انها بتقلل الحده بتاعت الريحه دي فقط. السمن اللي بيخرج في الاخر ده لا ينفع تعملي منه كنافه، ولا ينفع تعملي منه رز معمر، ولا ينفع تقلي منه بيض، ولا ينفع تحطيها على حله رز بشعريه حتى الناس اللي بتحب تحط حته سمنه بلدي، ولا ينفع تعملي منها مثلا تحمري منها حبه لسان عصفور، ولا الكلام ده. دي اخرك
تحطيها على محشي زي ما احنا بنحط الليه حضرتك على محشي، دي اخرك تحطيها على عدس عشان الناس اللي بتحب العدس بالليه، تحطيها على الطبايخ بقى او الطبيخ، محبه بسله تقلبيهم بصل لبسله لفاصوليا لباميه لمش عارف ايه لطاجن تورلي في الفرن لصينيه بطاطس. دي اخرك تعملي كده، لكن لا تعملي منها مثلا رز معمر ولا الكلام ده. كذب وحاجه فاشله جدا جدا. بهدله بقى، مش هقول لك لبوتاجاز ولا لايدك ولا الخلاط الدهننه اللي حصلت في البيت كله، ولا هقول لك الكلام ده كله. ده تهدير كمان للمال. يعني زي ما بقول لكم سيبكم مني، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحده نزلت الفيديو ده. لان معلش كوبايتين اللبن اللي واحده هتحطهم اولى معلش تشربهم لاطفالها. كوبايتين الحليب دول اولى تشربهم لاطفالها. كوبايتين زيت الذره اللي اتحطوا دول لو هي مريضه سكر اولى تحطهم على حته جبنه قريش، ولا تعمل بيهم طبق فول ليها ولا لاولادها، تطبخ بيهم طبخه ولا شويه رز. الناس اللي بتحب تطبخ بالزيت كان اولى تعمل بيهم كده. وكانت سيحه الدهن ده ودليه وحطتهم في برطمان، ويعني لو حابه تخففهم بحبه زيت ماشي عشان هو بيدهن كده وبيجلمط كده ماشي. مش حابه تخففيهم سيحيها يا ستي وسيبيها، يا اما استعمليها زي ما انا بستعملها ببشرها نيه وهي متجمده كده واحطها على وش الاكل او على في الصينيه او الكلام ده. لكن انت خليتي ناس تهدر. يعني انا لقيت طبعا ان مش فيديو ده 7000 فيديو عن القصه دي. اذا القصه دي طلعت ترند وانا فاتتني او انا ما اعرفش القصه دي، ما سمعتش عنها. يعني انت خليتي قد ايه عملوا القصه دي، يبقى حرام عليكي حضرتك. وانت في قبرك كده ان شاء الله وانت ميته هتتمني لما الفيديو بتاعك ده يشتغل واحده تعمل زيك وتدعي عليكي او تتحاسبن عليكي، عشان في الاخر دي ما هيش سمنه بلدي. اولى يا شيخه مش هتدعي عليكي ولا هتتحاسبن عليكي. عملته وهدرت كوبايتين حليب كان اولى بيها اطفالها، ولا هدرت كوبايتين زيت ذره، ولا هدرت لها نص كيلو زبده كانت اولى تعمل بيهم اكله ولا تعمل بيهم حاجه حلوه لعيالها. معلش يعني انت خسرتيها مال، خسرتيها رزق، خسرتيها لقمه لاولادها، خسرتيها حاجات في الاخر اترمت في الزباله، او في الاخر هي ما استفادتش بيها حاجه. يعني انت بجد منكم لله على الفيديوهات اللي انتوا نزلتوها، منكم لله بامانه، منكم لله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. انت كل ده هتتمني وانت في قبرك ترجعي للدنيا تاني وللحياه تاني لحظه تمسحي فيها الفيديو ده. نصيحتي لصناع المحتوى لكل واحده نزلت الفيديو بتاع السمنه البلدي تتعمل من الدهن او من الليه، حاجه من الاتنين عشان تكفري بقى عن ذنبك ده، عشان الفلوس اللي دخلت لك دي فلوس حرام. كل المشاهدات اللي خدتيها على الفيديو دي فلوس حرام دخلت بيتك، عشان انت اقسمتي بالله انها سمنه بلدي، واقسمتي بالله ان ريحه السمنه البلدي قلبه البيت وجيراني واصحابي ومعارفي واللي بتكلمني في التليفون شمت الريحه وقالت لي انت بتسيحي سمنه. ايه الكذب ده؟ ايه اللي افترى على الناس ده؟ حرام عليكم. الناس مش ناقصه، الناس مش ناقصه تهدير فلوس ولا تهدير صحه ولا وقفه ولا بهدله. يعني الناس مش ناقصه، حرام عليكم بامانه، حرام عليكم. يعني ليه بقول لك هتتمني تقومي من قبرك لحظه وترجعي للحياه تمسحي الفيديو ده فيه، لان ده العلم اللي انت المفروض هتفيدي بيه الناس، مش تضري وتضللي بيه الناس. انت الحاجات دي بتعملي تدلي بيها الناس مش تضلي بيها الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. قدامك حل من الاثنين يا صناعه المحتوى، يا ستات البيوت يا اللي بقيتوا صناع محتوى بقيتوا يوتيوبر، يا تعيدي تسجيل الفيديو ده وتقولي الحقيقه للناس عشان ما تشيليش ذنب، يا تمسحي الفيديو. يا جماعه اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم الموضوع ده فاشل، وفي النهايه اللي طلع دهن متسيح او ليه متسيحه مش سمنه بلدي. مفيش القصه دي. هدرتي لبن، اللبن بقى بيجبن كده. يعني شوف انا حطيت لبن قد ايه، انا غليت كيلو طبعا ربنا وعدني بانها كل ما اغلي حليب سبحان الله يفور مني على البوتاجاز، يعني في لمح البصر كده لازم يفور مني. شوفوا حطيت حوالي مجين كبار مليانين او مجين ونص حليب، وحطيت حوالي اقل من نص كيلو شويه زبده، وحطيت نص ازازه زيت ذره. تعالي بقى خدي النقطه بقى كمان، الكارثه كمان الحلفان والكذب فيها، ان في نهايه الفيديو تجيب لك بطرمانين كبار ومليانهم الدهن ده السمنه، وتقول لك من كيلو
عمل لي برطمانين قد كده. انت كدابين، انتوا شويه كدابين، انتوا شويه كدابين، ربنا جهنم وبئس المصير، يخرب بيوتكم. انا عامله 3 كيلو دهن على ليا، 3 كيلو يا جماعه، اقسم بالله 3، اكتر من 3 كيلو على فكره. خلاص، وشايفين انا حاطه نص كيلو حليب، حاطه اقل من نص كيلو زبده، وحاطه اللهم صل على سيدنا محمد نص ازازه زيت. انا حاطه كل ده، وفي الاخر شوفوا هتطلع حبه قد ايه. شوفوا الكذب وصل لغايه فين. تلاقيها مليالك برطمانين حلوين وحطهم لك على الكفر او الصوره المصغره بتاعت الصوره بتاعت الفيديو، والبرطمانين وكل ده طلعته من كيلو دهن. يا شيخه اتقي الله، يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله في الناس. الناس تعبانه والناس ظروفها صعبه. انا استغفر الله العظيم يا رب، والله ما بتكلم على نفسي. يعني انا هقول يا ستي انا مش زعلانه على الحاجه اللي اتهدرت، مع ان انا زعلانه على فكره، ما انا بني ادمه برضه، وعندي اطفال وليا ظروف. يعني انا كمان زعلانه ومتضايقه على حاجتي اللي اتهدرت على الفاضي. انا حطيت كل الحاجات دي، ما نبني غير ان انا طلعت دهن برضه ليا متسيحه، واللي هي اللي متسيحه دي في الاخر مجرد بس ان ريحتها اخف واقل شويه. او بصوا الحليب لما جبن او راب جوه اتقال ايه دي بقى. بصي المرطه انت في الاخر حضرتك حطيتيها في علبه في الثلاجه وغمستي منها، ما انت رميتيها في الزباله. الحليب ده كله اتجبن وبتصفى في الاخر تحت. يعني يا اختي كنا حطينا باكوين فانيليا وشلنا ريحتها وخلصنا. انتوا بتقرفونا ليه بمحتويات كلها فيك وفشل وكذب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. يعني بجد يا جماعه يا جماعه، يعني انا افضل ان انتي معلش تجيبي الدهن او الليه وتسيحيها لو انت عايزه، بس عشان هي بتدهن كده وبتجلمط كده وبتعمل مش عارفه، بتعمل الطبقه بتاعت الدهنانه دي، يعني بتجمد بسرعه، يعني مش بتفضل بتلمع وسايحه كده. انت خففيها بزيت عادي، بزيت ذره زي ما تحبي، خففيها بس عشان تستعمليها في محشي، تستعمليها في عدس، تستعمليها في طبيخ. لكن اوعي تفكري ان دي سمنه بلدي. ويا صاحبتي يلي بلتيني بالبلوه السودا والمشوره السودا دي، طبعا موضوع فاشل جدا، موضوع فاشل 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 يا جماعه. اقسم بالله اقسم بالله كلمه هتحاسب عليها يوم الموقف العظيم، ان لا هي تطلع لا هي سمنه بلدي، واللي بتقول لك دي قلبت ريحه. يا اختي ما هي لازم ما قلبت ريحه البيت عندي. انا يوم انا يمكن انتوا مش واخدين بالكم، نص الفيديو الاولاني ما كانش لسه تركب الجزء بتاع الحوض، ولا كان الرخامه اتغيرت، ولا كان لسه المطبخ الجديد ما جاش. يعني في نص اليوم اتصلوا بيا للاسف كده ايه، وفاجئوني وقالوا لي احنا جايين النهارده مش بكره، احنا المطبخ خلص، لو تحبي نجيبهولك النهارده. قلت يلا بالمره. فانا اليوم ده كان يوم غريب جدا، عملتها حتى على مرتين، يعني جزء الصبح صورته والجزء التاني مصوراه بالليل، وما كنتش هنزل الفيديو. انا اللي خلاني نزلت الفيديو قسما بعزة جلالة الله وحياة ولادي، انا نزلت الفيديو عشان انتي وكل واحدة بتسمعني دلوقتي وكل واحدة بتتفرج على الفيديو تفهم ان الموضوع ده اكذوبة. ده مش كذبة ابريل، ده كذبة ابريل ومارس ومايو ويونيو واغسطس وكل شهور السنة. ده مش كذبة، ده احنا ده انتوا هتتحاسبوا، انتوا هتواجهوا ربنا ازاي؟ انتوا هتواجهوا ربنا ازاي بالمحتوى اللي بتنزلوه؟ لو حاجة باظت منك قولي باظت، يا اما ما تنزليش. تعب بتعب، لكل مجتهد النصيب. لازم تخسري عشان تكسبي حاجات تانية، لازم تخسري. لما فيديو يبوظ منك ما تنزلوهوش للناس، او قولي الغلطه في الفيديو، قولي خدوا بالكم. يا زي انا في فيديو الكشك قلت لكم ايه، خدوا بالكم المقطع اتشال، دي التركه المهمه، حطوا السمنه والزيت اللي قلنا فيهم البصل. بصوا ازازه الزيت حلال ولا حرام؟ والله الشويه اللي فضلوا دول حطيتهم برضو على فكره، يمكن مش عارفه هيبقوا موجودين في المقطع ولا لا، بس حطيتهم. حلال ولا حرام نص ازازه زيت ونص كيلو زبده ونص كيلو حليب؟ حلال. واكتر من نص كيلو، ده كان كيلو فار منه شويه، يعني اكتر من نص كيلو، يعني كيلو الا ربع حليب. حلال ولا حرام يا جماعه؟ ايه ده؟ والله العظيم انتوا بتفتروا على الناس. هتتحاسبوا على ده. اعتبريه ده الصدقه الجاريه اللي هتفضل بعديكي، الناس تتعلم من بعديكي منك حاجه، تتعلم معلومه مفيده. فيدي الناس. انت بتعملي المحتوى ده عشان تفيدي الناس ولا عشان تضحكي على الناس؟ هتضحكي على الناس، اقعدي في بيتك.
في الكاميرا لما يتين ام التليفونات اللي خلت كل من هب ودب طلع على كاميرا وقال انا بطبخ وانا شيف وانا بعرف. تعرفي ايه؟ احنا كلنا لنا اخطاء، وانتوا فكرين ان مثلا اعظمها واحده ما بتغلطش، اكترها اكتر واحده شاطره من وجهه نظرك اعرفي وتاكدي انها بتغلط. وهو اتفضلوا الكميه اللي طلعت استغفر الله العظيم يا رب، من الدهن والليه. انا مش هقول بقى سمنه بلدي ايه، سمنه بلدي ايه. بصوا اللي قالت لك بطرمانين ويجيبوا لك ويصوروا لك كذب، 3 كيلو اكتر من 3 كيلو، وعدي عليهم بقى الزيت والسمنه والحليب والكلام ده كله، وبصوا الكميه اللي في الاخر طلعت حبه قد ايه. والله العظيم عيب عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل صناعه محتوى تنزل حاجه فاشله وتكذب وتضحك على الناس وتضل الناس. عيب عليكم، هتتحاسبوا عند ربنا يوم الموقف العظيم على الحاجات دي. المحتوى اللي انت بتعمليه ده المفروض انك بتنفعي بيه الناس وبتدلي الناس على الصح وعلى الخير، مش تضلي الناس استغفر الله العظيم يا رب. انا زعلانه يا جماعه. ارجوكوا والله لا عايزه بقى مشاهدات ولا لايكات، بس لايكات خلوا الفيديو ده يتشاف. شيروه لاصحابكم لاخواتكم لامهاتكم. يا ستي مش عايزه تشيريهم، مستخسره فيا الشير واللايك. يا ستي انفعي غيرك وقولي انك سمعتي في فيديو ان الموضوع ده كذب وما بيطلعش، القصه دي ما بتطلعش في الاخر سمنه بلدي. ارجوكوا يا جماعه كل واحده تنبه مامتها اختها صاحبتها جارتها، ويا رب انا اكون نفعتكم.